السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم. شركة جرين جولد للإنتاج الحيواني. النهاردة بنعرض لحضراتكم العجول الرضيعة من شركة جرين جولد وكيفية الرضاعة. طبعا الرضاعة الصناعية، طبعا احنا بنميز وبنفضل الرضاعة الصناعية علشان أسباب كتيرة، منها إن أول حاجة اللبن الصناعي البروتين بتاعه 22%، الدسم بتاعه 18%، على عكس اللبن الطبيعي بتاع الأبقار 4.6% بروتين. وده طبعا بيدينا ميزة جميلة جدا لنمو العجل. اللبن الصناعي طبعا الكيلو البودرة ده يرضع لي 6 عجول في الوجبة الواحدة. تمام، ما هو عشان خاطر نحسب لو عجل واحد نحسب هينوبه قد ايه من الكيلو البودر على نظام الحللان بتاع اللبن. لو قلنا كيلو البودرة بيتحل على 8 لتر مية، طب ازاي طريقة الحل؟ بنحط 4 لتر مية على النار لغاية درجة الغليان، وننزل عليهم الكيلو البودرة ونقلب بمضرب البيض لغاية ما يتجانس تماما، وبعدين بنضيف ال4 لتر المية الباقيين اللي كانوا بره، وبعدين أقيس بترمومتر الحرارة بتاع اللبن علشان أظبط درجة حرارة اللبن على 38 درجة مئوية. طبعا في الفيديو زي ما عرضنا لحضراتكم في البداية العجول الرضيعة، بعد منها العجول الفطام، بعد منها العجول اللي بعد الفطام الأوزان. ودي النهاردة عجول سلالات أوكراني بنعرضها لحضراتكم، وعجلات نتايات أوكراني برضو موجودة عندنا إن شاء الله. وعندنا الأبقار اللي هي العجلات اللي تحت العشار، والعجلات العشار اللي هي بنات الاستيراد موسم أول، عشار 6 و7 و8. طبعا العجلات اللي هي الأوكراني اللي هي السلالات الهولشتاين والسيلر والسيمنتال، دي عجلات بتنباع بالكيلو، اوزان من 250 ل 300 كيلو. متواجد عندنا 34 عجلة حبل واحد للبيع. موجود عندنا على العجول والسلالات